السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم مره تانية. بعمل فيديو النهارده وزي ما انتم شايفين العنوان بحبها واقدر استغنى عنها. يعني المعتاد ان احنا دايما بنقول لا بحبه ولا اقدر استغنى عنه، لكن مصر طبعا كالمعتاد بتقدر تقلب كل الموازين وتقدر تقلب كل المعادلات وتخلينا نقول بحبها واقدر استغنى عنها. انا لسه جاي من الاجازه من مصر وحابب اكلمكم النهارده عن شويه فروقات ما بين مصر واوروبا، والحياه في مصر والحياه في اوروبا. يعني انا مش جديد، مش لسه اول مره اروح مصر يعني ولا ارجع من مصر، ما انا عايش معظم حياتي في مصر. لكن واحد لما بيعيش في الغرب فتره وبعدين يرجع مصر بيبدا كل شويه الفروقات تبدا تظهر قدامه. فواحد من الفروقات اللي موجوده طبعا يعني الطبيعه، اختلاف الطبيعه بين مصر واوروبا. اوروبا الدنيا فيها خضرة اكتر، وده يعني حاجه مش بايدينا، وده ما يعيبش مصر ولا هي ميزه لاوروبا، لان دي حاجه ربانيه. يعني هنا الجو في اوروبا فيه مطر اكتر، ففي ميه اكتر، فطبيعي ان في خضار اكتر. مصر او الدول العربيه هي صحراويه اكتر، فهي اللي ربنا خلقها كده، فدي حاجه مش بايدينا. لكن في حاجات تانية بايدينا، يعني مثلا النظافه بتاعه الشوارع مثلا. صح هي مكلفه، بتكون محتاجه فلوس، لكن احنا عندنا سلوكيات ان احنا نرمي الزباله في الشارع. مش بنتقد ولا بقول ده حلو ولا وحش، انا بس بوصف وضع قائم يعني. فالناس اللي بترمي زباله في الشارع، الناس اللي ما بتحافظش على نظافه المكان، ومش بس قصه زباله، يعني كل حاجه بصراحه الحكومه ما بتعملش اللي عليها ولا الناس من الناحيه التانيه اللي بتعمل اللي عليها، وده بيؤدي في الاخر ان تلاقي البلد بالمنظر اللي كلنا شايفينه. لما تيجي تقارنه بالدول في اوروبا، لا الوضع مختلف طبعا. الجو زي ما قلنا، هنا في مطر، هنا الجو مايل للبرودة أكتر. مصر أحيانا في بعض الأوقات في السنة بيكون الجو فيها في مصر كويس، لا هو الحر قوي ولا هو المال عليه السقعة ولا هو السقعة. لكن لو اتكلمنا بصفة عامة هنلاقي إن الجو في أوروبا مايل للبرودة معظم الوقت، ودافي أو حر وقت قليل. العكس في مصر والدول العربية، الجو مايل للحر أكتر معظم السنة، وبرد أو معتدل الوقت القليل. ده كده بالنسبه للجو. النظام، وجود نظام في الدول الغربيه، النظام ده بيشمل كل حاجه. النظام ده بيشمل المواصلات، السواقه، السفر، الروتين الحكومي، كل حاجه. النظام بيشمل كل حاجه. احنا عندنا للاسف ما فيش النظام دوت بنفس الصوره. طيب هل دوت ميزه ولا عيب؟ دوت ممكن يكون ميزه وممكن يكون عيب. الميزه انك في الدول الغربيه لما يكون في نظام، انت عارف كل حاجه ماشيه ازاي، وعارف نظام كل حاجه بيكون ماشي ازاي معاك، تقدر تخطط لحياتك، تقدر تظبط امورك. يعني مثلا ابسط مثال، مثلا انا لما نزلت اجازه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها في الصيف، انا في المرتين انا راجع على انجلترا يوم 3/9. ليه؟ لان الدراسه بتبدا يوم 5/9. الدراسه بدات 5/9 السنه اللي فاتت، بدات 5/9 السنه اللي قبلها، فخلاص انا عارف ان الدراسه هتبدا يوم 5/9، فبالتالي انا نازل اقدر اظبط اجازتي، نازل يوم كذا برجع يوم كذا، لان عارف ان الدراسه هتبدا السنه دي يوم كذا. مش بس السنه دي، ده هتبدا كل سنه يوم كذا، فبالتالي انت عندك نظام تقدر تخطط عليه حياتك، غير لما طبعا تبقى الدنيا ماشيه بالمزاج وبالاهواء. عدم وجود نظام ليه مميزاته برضو. منها انك بتقدر تعمل حاجات كتيره كده بالحب وبالود، وحاجات كتيره لو في نظام انت مش هتعرف تعملها، لكن بدون نظام الدنيا بتمشي، انت عارفين، بالمحبة، بالحب، بالواسطة، بالحظ، بالكوسة، بأي حاجة هتلاقي الدنيا ماشية معاك. لكن طبعا لما يبقى في نظام هتلاقي الدنيا ممكن صعبة شوية. الدفع والفلوس والتعامل، الماديات في مصر لسه طبعا معظم الناس شغالة بالكاش، لكن في أوروبا وإنجلترا، أنا بتكلم من إنجلترا أو حتى في دول الخليج، هتلاقي الكاش بدأ يقل كتير مع الناس، نادر إنك تلاقي كاش مع الناس، وهتلاقي الناس معظم التعامل بتاعها الكتروني. يعني الناس بتدفع بالكارت، كارت التليفون، كارت الفيزا، او بتدفع حتى على التليفون. ف يعني قليل هنا تعاملي بالكاش، قليل هنا ان انا بمسك فلوس، في حين انك في مصر لا، انت بصوره كبيره انت لسه بتتعامل بالكاش. الاسعار في مصر طبعا مش عارف اقول ارخص ولا زي اوروبا ولا اغلى. يمكن الحاجة الرخيصة شوية في مصر هي المنتجات، الخضروات والفاكهة. يعني دوت لو قارنت سعرها بمصر، هي سوري بأوروبا، هتلاقي الخضروات والفاكهة على اعتبار ان احنا دولة زراعية، هتلاقي هو دوت اللي سعرها اقل شوية. غير كده هتلاقي في حاجات كتيرة سعرها في مصر للأسف زي سعر أوروبا، في بعض الأحيان أكتر.
ده طبعا احنا بنتظلم بالسعر دوت، لان يعني في فرق كبير في الدخل بين دخل الناس في مصر ودخل الناس في اوروبا. فبالتالي لما انا اتحاسب على الاسعار في مصر زي الاسعار في اوروبا، بصراحه ده حرام يعني. ففي منتجات كتيره في مصر، ومنتجات ضروريه وحيويه، هتلاقي اسعارها زي اوروبا، يمكن اغلى كمان. الحاجه الوحيده بس اللي زي ما قلنا ان سعرها شويه مريح هي الخضروات والفاكهه، وده المفترض طبعا لان احنا دوله زراعيه، او المفترض ان احنا نكون دوله زراعيه يعني. دي بعض الفروقات عن مصر واوروبا. انا النهارده هنا المكان ده انا صورت فيه قبل كده، ده السكن الجامعي بتاع جامعه بيرمنجهام. ودي كده بحيره زي ما احنا شايفين. السكن اصلا السكن الجامعي مفتوح، يعني هي العمارات اللي ورا دي، ودي كده بحيره موجوده والطلبه ممكن تبقى رايحه جايه حوالينا. اللي عايز يشوف اللينك هيلاقيه في القناه وهيظهر لكم كده اللينك بتاعه. اللي عايز اقوله ان السكن الجامعي مفتوح، يعني انت الدنيا امان، مش هتلاقي فيه بوابه وطلع الكارت بتاعك ووريني واعمل، لا الدنيا امان. والخضره والطبيعه والحاجات دي كلها الناس كلها تبقى متمتعه بيها. دي برضو فرق من الفروقات اللي موجوده بين هنا واوروبا. تاني ارجع اقول يمكن وجود الخضار والمطر هنا هو اللي مساعد اكتر من الوضع عندنا في مصر. وان كان حتى احنا لما بنعمل حديقه في مصر عندنا تلاقي الناس ما بتحافظش عليها بالصوره المناسبه. على اي حال اتمنى ان ربنا يصلح حال بلادنا، ومش هقول انها تبقى زي هنا لان كل حاجه لها خصائصها وطبيعتها، لكن على الاقل انها تكون دوله كويسه وتكون زي زمان. ربنا يصلح حالنا ونرجع زي زمان. شكرا والسلام عليكم.